نعطيكم تواصل باش فضيحه عندنا وباش نختموا هذا الفيديو. اخطر ما كاين، شفتوا الفيديو اللي درت نهار السبت ولا نهار الجمعه على مشروع غالي بمراكش، 630 ضحيه نصب، عمليه نصب. هاد الناس هادو مشاو عند السلطات، ما درت لهم حتى حاجه، ما نصفاتهمش وما استقبلوهمش حتى استقبال. مشاو حطوا شكايات، اكثر من 100 شكايه راه سمعتوها بالفيديو، حفظت. نقدروا نقولوا هذا الشيء كامل، احنا نغمضوا عينينا نقولوا هذا الشيء هذا الاخر عنده نفوذ وكل شيء، ولكن ملي كتخرج لينا المنصوري، فاطمه الزهراء المنصوري، عمده مدينه مراكش، وزيره الاسكان، مشاو عندها المواطنين وجات هي حداده وكتقول لهم انا هزيت يدي على هذا الملف. ولاش صالحه؟ لا لاش صالحه الا ما غترافعيش على قضايا المواطنين اللي انت عمده على مدينتهم، وانت خصك تبناي وما تقومين به من هذا ترفع يديك وراه ماشي انا جريمه في حق الساكنه. واحد الناس من دقوا كاع هاد البيبان التجؤوا الى القصر الملكي، جلاله الملك في احدى الخطابات ديالو وقال لهم يا المسؤولين قوموا بالدور ديالكم، راه المواطنين كيجيو عندي انا، نتوما اللي خصكم تحلوا مشاكل المواطنين وتقربوا المواطنين وتخدموا. لا ما مسوقينش والله. هاد البلاد ما عرفتش كيفاش غادي يمكن لها تقاد، وانا متفائل ماشي غير هكاك، متفائل لان كاين شي حوايج غادي يطراو وغادي تكون واحد غنسميها انتفاضه سلميه حضاريه ديال المواطن المغربي، لان تقهروا المغاربه اييه راه بغينا نزيدوا لقدام. هذاك لو غولاشمون اللي كاين هو اللي كيخلي لوح الزبال. الدنيا هانيه ما مسوقينش. عقلتوا؟ نعطيكم غير مثال. شكون قال شي نهار المغربي غيدير السمطه حزام السلامه في السياره؟ نهار درنا 400 درهم وتقول شي مغربي دابا ولات اوتوماتيك يطلع يديرها بحالها. غادي خصنا في حوايج اخرى. والتواصل عافاكم. تبارك الله عليكم، الله يحفظنا ويحفظكم، الله يحفظ بلادنا من اي سوء. وبغينا خير لهذا المغرب، بغينا نزيد لقدام. عندنا مسؤولين. الفساد ليس بمؤسساتي، وديما كنعطي مثال انا بالمديريه العامه للامن الوطني، ديما كنعطي مثال بواحد السيد اللي كنحترمه بزاف، هو الحموشي. ليس تملقا له، راني كنقول حتى ملي كنخاطب جلاله الملك ولا كنتكلم عليه، ليس تملقا لاحد، ولكن خدمه نقيه كدار في المديريه العامه للامن الوطني. بحال هذا الشيء بغينا نشوفوه في مختلف المؤسسات. انا ما كرهتش كون هزوا الحموشي وحطوه لينا وزير الصحه، صافي الامور ديال المديريه العامه للامن الوطني ولا ديستي بحال داك التران درتيه في السكه الصحيحه، صافي غاده شاده طريقه ما غدور لا هكا لا هكا. اللي فرط الكراط، اللي دار شي حاجه مزيانه ينوه به، وهذا ونهزوه نديروه في وزاره الصحه، نعطيوه غير عامين بالصلاحيات اللي عنده وكل شيء، غير عامين يلا. ومن بعد من يكمل نعطيوه التعليم. وهذا جدي عليكم، وهذا هو الاقتراح اللي عندي، لان في ما جا شي حد هالميزانيات هذا وما كاين والو. وان شاء الله شوفوا ان شاء الله غادي يكون خير، والله يشافي صاحب الجلاله، والله يطول عمركم، الله يحفظكم من اي سوء، والله يسر اموركم. شوفوا الناس ديال القوات المساعده راه هما كيديروا لا هوند ديالهم. واش عرفتوا الخيل مهلين فيهم بواحد الطريقه جميله، الله يعاونهم.